السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده انا جاي اشرح لكم بوت على التليجرام بيكسبك فلوس من خلال عمل الجيميلات. يعني هو بيديك معلومات تعمل بيها جيميل وبكده انت بتكسب فلوس. يعني بتقول له خلاص انا خلصت الجيميل وهو على طول بيضيف لك الفلوس في حسابك على البوت، وبعدين تقدر تسحب من خلال وسيلة دفع بتكون موجودة في البوت. وهقول لك ايه وسائل الدفع اللي موجودة في البوت علشان تقدر تسحب فلوسك منها، وكل حاجة في البوت ده هشرحها لك. كل بس اللي عليك انك تكون معاك التليجرام، ويلا بينا نخش في شرح البوت على طول. نخش في الموضوع على طول. وطبعا يا صديقي هسيب لك رابط البوت في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. اول ما تضغط على الرابط هيظهر لك الواجهه دي، هنضغط على كلمه ستارت، بعدين هيظهر لك الواجهه دي على طول. كل اللي عليك بس انت هتعمل تسجيل حساب جديد، هيديك المعلومات زي دي. هنا بقول لك ايه، سجل حساب باستخدام البيانات المحدده وستستلم 14 سنت ونص الى 17 سنت. اول حاجه هو بيديك معلومات زي دي، بيقول لك الاسم الاول الاسم الاخير، يعني عامل لك علامه اكس يعني ما فيش اسم اخير. وطبعا مديك البريد الالكتروني ومديك كلمه سر. هقول لك تعمل بيهم ايه. كل بس اللي عليك هتضغط كلمه تم، وهنا يا صاحبي مديك اختيارين. اول اختيار بيقول لك تفعل خاصيه التو اف اي وتاخد 17 سنت، ولا تكمل المهمه وتاخد 14 سنت ونص. اول حاجه هنضغط الاجمالي اللي هي 14 سنت ونص ونعمل نقر مره اخرى للتاكيد. بعدين بيظهر لك المعلومات دي. هو ضاف لك معلومه واحده بس اللي هي يجب اضافه بريد الاستيراد. كل اللي عليك بس يا صديقي انك تنسخ الرساله دي كده، وبعدين تيجي هنا في المحادثه وتلصقها، وبعدين يا صديقي تنزل تحت كده لحد ما تيجي عند الاسم الاول وتنسخه، وتنسخ بريد الالكتروني، وتنسخ كلمه السر، وتنسخ بريد الاستيراد. وبعد ما تنسخ المعلومات بتخش على جوجل، فانا هخش على جوجل وارجع لك تاني. وبعدين بتضغط على صورة الحساب بتاعتك كده علشان نخش ونعمل حساب جديد، وبعدين تضغط على السهم ده وبتنزل لحد اخر حاجة لحد ما يجي لك اختيار اسمه اضافة حساب اخر، بتضغط عليها. وبعدين بتعمل انشاء حساب وتعمل الاستخدام الشخصي، وبتيجي عند الاسم الاول بتخش على اللي انت نسخته، وبتيجي على الاسم الاول وتعمل لصق اللي هو بيبقى اخر حاجة يعني، وبتعمل التالي. وبعدين هنا بتكتب اي عيد ميلاد، مش لازم عيد ميلاد محدد يعني، بس اهم حاجة يكون اكتر من 18 سنة، ما يكونش اقل من 18 سنة. وبعدين هنا بتدخل الجيميل اللي انت لسه ناسخه، بس هتمسح من اول اللي هي ايه دي gmail.com، هتمسحها يعني هتخلي البداية من اول الارقام زي كده، وبعدين تضغط التالي. وهنا هتلصق برضو كلمة السر اللي احنا لسه ناسخينها، وتعمل التالي. وبعدين هتعمل التالي وتنزل تحت كده وتعمل اوافق. وبكده يا صاحبي تكون عملت الحساب. هنضغط على صورة الحساب علشان نخش على الحساب اللي احنا لسه عاملينه زي كده. بتضغط هنا برضو وبعدين بتنزل للاخر، هتلاقي الحساب بقى موجود عندك هتضغط عليه كده. وبكده نكون دخلنا على الحساب الجديد اللي احنا لسه عاملينه. هنضغط على صورة الحساب تاني، وبعدين هنخش على ادارة الحساب علشان نضيف بريد الاستيراد. وبعدين هيظهر الواجهة دي، هتضغط على اضافة رقم هاتف مخصص للاستيراد. احنا مش هنضيف رقم هاتف، احنا هنضيف البريد اللي هو كان جاي لنا من الرسالة اللي موجودة في البوت. وطبعا يا صاحبي هنا بيقول لك اثبات هويه، بتدخل كلمه المرور اللي انت خدتها من البوت تاني، او بتعمل بصمه الاصبع، وبعدين تضغط على التالي. بعدين هيظهر لك الواجهه دي، هتيجي عند حاجه اسمها عنوان بريد الكتروني مخصص لاستيراد الحساب، هتضغط على القلم اللي موجود عندها ده. بعدين هندخل بريد اللي احنا لسه واخدينه اللي هو اخر بريد اللي هو ده، ونعمل حفظ. هو دلوقتي البريد اتدخل معانا، بس بيقول لك يجب اثبات ملكيه عنوان البريد الالكتروني، فسيبك من الرساله دي خالص. وبعدين هنخش على البوت تاني، وبعد ما تخش على البوت هتضغط على كلمه تم. لو ظهر لك رساله زي دي كده بيقول لك يجب ان تضيف بريد الاستيراد، هتنسخ بريد الاستيراد تاني زي كده كوبي. وبعدين هتخش على الحساب اللي انت لسه عامله تاني، وهتضغط على القلم مره اخرى، وبعدين هتمسح بريد الاستيراد ده. هو نفس البريد بس هنمسحه ونحطه تاني زي كده ونعمل حفظ. طبعا هنا بيقول لك اثبات ملكيه، هنعمل تخطي. وبعدين هنخش على البوت تاني، وبعدين هنطلع تاني كده ونضغط على كلمه تم. بيقول لك جرب التحقق يرجع الانتظار، هنعمل حسنا، هننتظر.
وهنا على طول بيقول لك تم اضافه 14 سنت ونص الى الحجز، سيتم تحويل الاموال الى رصيدك بعد الحجز لمده 3 ايام. هما مش مده 3 ايام بالظبط، بعد يومين، في 3 يوم يعني هتلاقي الفلوس نزلت في حسابك على البوت على طول. بس هنا في ملحوظه مهمه لازم تعملها علشان البوت ما يعملش لك حظر. بيقول لك تاكد من تسجيل الخروج من الحساب على الجهاز. ازاي بقى تعمل الكلام ده؟ يعني تمسح الحساب من عندك اصلا من التليفون بتاعك. هنخش تاني على الحساب بتاعنا وبعدين نرجع تاني، هيظهر لك الواجهة الرئيسية دي، هتضغط على صورة الحساب تاني. وهنا يا صاحبي لازم تاخد بالك من عنوان البريد الالكتروني اللي موجود ده فوق ده، اللي هو اوله EBIK. احفظ بس اول 3 حروف EBIK، تمام؟ اول 4 حروفها. بعدين هنضغط على السهم ده تاني وننزل لتحت كده لحد حاجة اسمها إدارة الحسابات على الجهاز، على هذا الجهاز، تضغط عليها. وبعدين هنطلع كده ونيجي عند اول الحروف اللي احنا قلناها اللي هي EBIK، هتلاقيها موجودة عندها دي الحساب اللي احنا لسه عاملينه. هنضغط عليه وبعدين هنعمل ازالة الحساب، ازالة، وبكده نكون عملنا حذف للحساب من عندنا خالص. حتى لو جينا طلعنا كده وعملنا فريش تاني للصفحة هتلاقيه بيقول لك يتعذر تسجيل الدخول، حدث مشكلة اثناء تسجيل الدخول الى الحساب. عشان احنا مسحنا الحساب تقدر تخش على حسابك الاصلي، وبكده تكون مسحت الحساب. هخش على البوت علشان نكمل الشرح. وطبعا يا صاحبي اي خطوة انت بتعملها في البوت فالبوت بيبعت لك فيديو شرح زي ما موجود قدامك اهو، بيشرح لك ازاي تعمل الخطوة دي. يعني لو انت ما فهمتش حاجة من الفيديو ده هتقدر تمشي وراه في الخطوات اللي هو بيبعتها لك في الفيديو. ودلوقتي تعال نخش ونشوف هل البوت ده في الفلوس ده في حسابنا، ونشوف ايه طرق السحب اللي نقدر نسحب منها في البوت. هنضغط على كلمة الرصيد، وزي ما ظاهر قدامك اهوت ان الرصيد بتاعي 1 سنت والحاج 14 سنت ونص. ال 14 سنت ونص دول هما المهمة اللي احنا نفذناها زي ما موجود قدامك اهو. ودلوقتي تعالى نخش ونشوف ايه طرق السحب اللي موجودة في البوت. هنضغط على كلمة سحب وبعدين هيظهر لك جميع طرق السحب اللي موجودة في البوت دي كلها، جميع طرق السحب. لو انت عايزني اشرح لك جميع طرق السحب دي واشرح لك شوية حاجات تاني في البوت قول لي في التعليقات وانا هشرح لك البوت كامل. انا جاي بس اعرفك ايه هو البوت وازاي تعمل مهمات وازاي تسحب فلوسك منه عن طريق منصة باينانس. طبعا منصة باينانس علشان تسحب منها انت بتختار تالت طريقة سحب اللي هي موجود قدامك دي، بتضغط عليها وبعدين بتدخل رابط السحب بتاعك من اللي هو موجود على منصة باينانس، وبكده الفلوس هتوصل لك بعدها على طول بحوالي 3 ساعات او ساعتين او اقل كمان. وطبعا اول ما ضغطت على طريقة السحب قال لي لا توجد اموال كافية في رصيدك لان الفلوس بتاعتي لسه ما انضفتش في الرصيد بتاعي، لسه موجودة في الحجز. البوت بيراجعها وبعد يومين بيضيفها لي وبقدر اسحبها عادي، وهبقى اعمل لكم فيديو اثبات سحب من البوت. وده كان نهاية الفيديو. ما تنساش تدعمنا بالله، كنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات، وبالتوفيق للجميع. سلام.